السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل على موضوع تصوير البطاقة 10 نسخ من المكنة الكيوسيرا، ازاي يا باشمهندس تبقى معايا بطاقة اصور منها 10 نسخ على المكنة الكيوسيرا بطريقة سهلة. فطبعا انا جاي اعرفك الطريقة السهلة انك تصور على المكنة الكيوسيرا البطاقة بتاعتك 10 نسخ زي ما انت شايف كده، وش وظهر، وممكن اي عدد نسخ انت عايزه، حتى لو معاك بطاقة وبطاقتين. فعايزك بقى تركز في الفيديو ده وتصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، طبعا عشان نساعد الناس انها تحل المشكله دي. اول حاجه ازاي هنبدا مثلا ان احنا نصور البطاقه؟ اول حاجه وضع الورق في الكاسيت يكون بالعرض مش بالطول، دي رقم واحد. تمام. الحاجه الثانيه وضع البطاقه بعد ما اخش على كوبي احطها كده، ادي الوش نفس المكان ده بالظبط اهو، عشان هو يا ابني نفس المكان. وبعد كده بخش على اوريجينال بيبر فينيشنج اللي هو الاختيار الثاني، اوريجينال سايز الاختيار اللي هو سايز انتري. انا هدخل السايز بايدي، ركزوا في الحته دي اهم واحد. بكتب هنا 107 وما معنى كلمة 107؟ هقول لك بس. وتحت هنخليها 59 بقول اوكي كده. انا سيفت الاوريجينال سايز. بعد كده بخش على كلر ايميجنج كواليتي، اللي بعديها بقى لوت اوت اديت ايميجنج ريبيت، ادوس عليها واختار على زوم بيوريتري واقول له اوكي. جميل. زرار الستارت عندي والبطاقه نفس الوش، وهدايس دوسه واحده زي ما انتوا شايفين كده. ادي الوش اهو زي ما هو كده. بروح واخد الورقه الابيض في وشي، يعني باخد الورقه كده احطها على الكاسيت كده، اروح قافل الكاسيت واروح قالب البطاقه او الاي دي اللي معايا نفس المكان في نفس المكان. واروح دايس ستارت تاني عشان اخد الوش التاني. طبعا دي طريقة تصوير الوش والظهر البطاقة 10 نسخ او اكتر من 10 نسخ. فيا رب تكون استفدت من الفيديو. قبل ما نقفل الفيديو عايزك تعمل لايك وتصلي على النبي وتشترك في القناة. السلام عليكم.